يا سبحان الله، الموضوع جاي يتكرر كل ما باريس سان جيرمان يواجه خصم دوري ابطال اوروبا. على سبيل المثال اذا تتذكرون كان المعلق الرسمي لجميع مباراه باريس سان جيرمان كان جواد بدة، سواء بالدوري او بدوري ابطال. جواد بدة كان ما يقصر دائما حتى بالتعليق ودائما منصف للطرفين، ولكن هذا الشيء كان ما يعجب ذائقته هواي من المشجعين، حتى مشجعين باريس سان جيرمان. وللاسف دائما نشوف تعليقات وهجمات غير مبرره توصل لحد التنمر على المعلق، وهذا الشيء مو بس على المعلق المحترم جواد بدة، لا حتى على كل المعلقين اللي يعلقون على مباراه باريس سان جيرمان بالدوري ودوري ابطال. وحاليا جاي نشوف هجوم غير مبرر على المعلق المحترم حسين العيدروس. خلونا صارحكم بهواي اشياء بخصوص التعليق العربي. انا لحد هسه ما فرق بين المعلق المحترم حسن العيدروس وكذلك عمرو الخضري، والله العظيم عبالي نفس الشخص من قد ما مبدعين ويمتلكون ثقافه جدا عاليه. وانا بالنسبه لي ذوقي الخاص انا مستمتع بيهم واحب اسمعهم بكل مباراه، وبالنسبه لي هو هذا التعليق المثالي اللي انا بدي اسمعه بكل مباراه وانا دائما استفاد من عنده. واكثر شيء اكرهه بعالم كره القدم هو المعلق المطبل اللي يطبل الانديه الاكثر جماهيريه، وانتم تعرفون من هم، لذلك تطالبون نفس هاي الاسماء تعلق على مباراه فريقكم حتى يطبل لها. اختيارك للمعلق المفضل هذا شيء خاص ما راح نتدخل بيه، ولكن لا تظلم ولا تهاجم ولا تتنمر على المعلقين الاخرين، لان ايضا لهم مستمعين ومحبين ويردون هذا المعلق يعلقون على مبارياتهم. فهسه قولوا لي افضل واسوأ 3 معلقين شفتوهم بحياتكم.